السلام عليكم. اليوم الوجهة ديالنا غادي تكون مدينة السعيدية، المدينة اللي جاية في أقصى الجهة الشرقية مع الحدود الجزائرية. ركزوا لي مزيان على ديك الحدود مع الجزائر، حيتاش هي اللي غادي نخصص لها واحد الجزء كبير في هذا الفيديو هذا. المهم مدينة السعيدية كما معروف عليها مدينة شاطئية ومن أحسن الشواطئ في المغرب. هاد البلاصة اللي كتبان لكم دابا في الفيديو في وقت الصيف كتكون عالم آخر. هذه هي البلاصة اللي كيخيموا فيها الناس اللي كيجيو من مدن مختلفة من المغرب، كاين اللي كيجلس هنا حتى لمدة شهر. ولأنني أنا اختاريت باش نمشي في مارس، كما كتشوفوا الشوارع شبه خالية والمدينة كتبان بحال إلا مهجورة. اللي غيشوف هذا المنظر قدامه والناس ما كاينينش غادي يقول هذا الفيديو تصور في الوقت ديال كورونا. لا، الفيديو راه تصور في مارس 2023. غير هو المدينه ديال السعيديه ما فيهاش سكان بزاف، مدينه صغيره شويه كتعتمد على السياحه الشاطئيه. مدينه السعيديه بعيده على وجده بحوالي 50 الى 56 كيلومتر، والمدينه كتعرف تواجد عديد الفنادق المصنفه، كما أنها كتوفر على ملعب للغولف بالقرب من شاطئ المدينة. في الصيف كيكون العديد من المهرجانات الموسيقية والترفيهية، وكتعرف المدينة واحد الاكتظاظ كبير. كما أنه مصب نهر ملوية كيصب بين السعيدية وراس الماء اللي معروف لسكان الريف بقابوياوة. أهم 3 مدن كبرى كتحد مع مدينة السعيدية هي وجدة وبركان ومدينة الناظور. في بداية الفيديو قلت لكم سطروا على هذيك الحدود المغربية الجزائرية. هاد النقطة هي اللي خلتني نزور مدينة السعيدية ونشوف هاد البلاصة اللي جاية على الحدود بين مدينة السعيدية واحد المدينة صغيرة في الجزائر. وكانت لي الفرصة باش نشوف هاد البلاصة اللي معروفة على مواقع التواصل الاجتماعي كيزوروها بزاف ديال الناس. هاد البلاصة فيها أعلام المغربية والأعلام الجزائرية في الجهة المقابلة، وبيناتهم غير واحد الوادي. بمجرد ما توقف في هاد البلاصة غادي تشعر بواحد الشعور غريب، غادي تخلطوا لك الأحاسيس وغتقول واش هادوك فعلا أمة إسلامية وحنا إسلامية وبيناتنا هاد السياج. غادي تستغرب بزاف وغادي تطرح على راسك الأسئلة بزاف. علاش زعما هاد المنظر هذا؟ علاش ما نكونوش بحال الأوروبيين اللي كيدخلوا المدينة بدون أي شروط وبدون أي سياج؟ طلعت فوق هاد السور هذا وإذا بالإخوان الجزائريين كيبادلوني التحية. هاد الشيء اللي كنت شفت في بزاف ديال مواقع التواصل الاجتماعي في بعض المقاطع الفيديو، الإخوان المغاربة والجزائريين كيتبادلوا التحايا. خاصنا نفكروا بواحد المنطق، نفكروا أننا أمة إسلامية بجوج كنصليو بجوج عندنا المعتقدات بحال وكيجمعنا الإسلام والرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن حثنا على أنه نكونوا إخوة كالبنيان المرصوص، ماشي نتفرقوا ويلعبوا علينا الفرنسيس. الصراحة كنستغرب ملي كنشوف مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان لقى يوتيوبر مغربي أو جزائري كيدعو للتفرقة والشقاق. علاش؟ باش يطلع الادسينس ويكون عنده بزاف ديال المتابعين، عوض ما يقاد الأمور بين الإخوة وينشر أشياء إيجابية، إلى أنه كيزيد الزيت على النار. حتى واحد ما غينكر أنه كاين مشاكل بين الدولتين والأسباب معروفة، ما غنذكر حتى سبب، لأنه الهدف ديالي هو الجمع بين الإخوة ماشي التفرقة والشتات، لأنه عمل الشيطان وليس الإنسان. ومن هذا المنبر كنتمنى من الصديق ديالي والمتابع ديالي الجزائري سامي أنه يبارطاجي الفيديو مع الإخوان الجزائريين. وفي نهاية الجولة ديالنا دزنا على راس الماء اللي معروفة بالثروة السمكية، وكاع الناس اللي كيجيو من الدريوش الناظور ولا الحسيمة كيتغداو في راس الماء. ما كرهناش يجي واحد النهار الاخوه الجزائريين يجيو يتغداو حتى هما في البلاصه ويرجعوا ويكون الحدود مفتوح. واصلحوا بين اخويكم ولا تدعوا الى التفرقه. في نهايه الفيديو كنبغي نشكركم على الدعم ديالكم والتشجيع كما العاده. معكم اسماعيل ريفينيو، السلام عليكم.